لا ما تاخدش في بالك، ده انا قاعد بفكر هو عمو بيريز ايه حجته لعدم وجود رايت باك وليفت باك لحد دلوقتي جديد يعني في ريال مدريد. فالموضوع في منتهى العته اللي في الدنيا يعني. ده ما يعنيش ان يعني عمو بيريز بيعمل صفقات مش وحشه، بيعمل صفقات كويسه. لو انت جاي تسال انا جاي اتكلم عن اني فريق، فانا هتكلم عن الفرقه دي. وين سوري دي الفرقه اللي حرفيا يعني عملت كل حاجه في الكوره، فاضل انها تعمل الثلاثيه. شفت المسخره؟ فريق ريال مدريد العظيم ابو 14 دوري تشامبيونز ليج مش عارف يعمل الثلاثيه. نكته فريق نكته، والمصحف لو بتقول تسال انا بس عليه، انا بس على البورده، بس مش هقول لك هنتكلم في ايه عشان خاطر ما نحرقش يعني. المهم، زي الفل يا شباب، عاملين ايه الأخبار؟ يا رب كل الفيديو اللي فات عجبكم. يعني أنا ما أعرفش مين شافه ومين ما شافوش. كده كده أنا في فيديو هقول فيه كل الفرق اللي أنا بشجعها والكلام ده كله، بس ده هخليه الفيديو بعدين. خلينا نتكلم في الفيديو بتاع ريال مدريد دلوقتي. المفروض ريال مدريد بكرة عنده ماتش مع، لو أنا مش غلطان، فهو مع أتلتيكو بالباو. وكلنا عارفين إن خامة أتلتيكو بالباو مش دي المشكلة. أنا مش هتكلم دلوقتي عن الماتش ده، لأن الماتش ده أنا هتكلم عليه بعد الماتش ما يخلص. يعني نشوف النتيجه، نشوف الاداء، الكلام ده كله. لكن انا جاي اكلمك عن ريال مدريد في المجمل. زي ما عملنا مع ليفربول هنعمل مع ريال مدريد. مشكله ريال مدريد من زمان في اي حاجه بيعملها طالما فيه واحد اسمه فلورنتينو بيريز، للاسف مفيش غير الصفقات البومينج او التوب اللي هم اللعيبه دايما لازم يبقوا ستار، سواء في فرقتهم او صوتهم شغال الله ينور يعني. ابسطهم وابسط مثال فيهم جود بيلينغهام وكيليان مبابي. جود بيلينغهام بالرغم من ان هو لعيب انجليزي، لما لعب مع بروسيا دورتموند لعيب جامد 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 حلو جدا، الا انه يعني اتصرف عليه مبلغ كبير قوي. انا شايف ان انا كمشجع ريال مدريد شايف ان 100 مليون ما تنفعش جود بيلينغهام. جود بيلينغهام 70 مليون حلو قوي، اكتر من كده لا. كتير قوي على جود بيلينغهام ان هو ياخد اكتر من 70 مليون، وده بسبب ان هو انجليزي كمان. يعني 70 مليون دي عشان هو انجليزي، اكتر من كده ال 100 مليون دي انت 105 كمان. لا كتير قوي بصراحه على جوب بلينجهام. غير كده هو كان عايز يدفع في كيليان امبابي 200 مليون. انا شايف ان لا، كيليان امبابي انا هستناه الموسم اللي جاي، ولكن هات لي ال 200 مليون اللي انت كنت عايز تصرفهم عشان تجيب بيهم كيليان امبابي، وهات لي النواقص بتاعت الفريق اللي احنا هنتكلم عليها قدام. تمام. خلي في الحسبان ان في نواقص كتير قوي في الفريق، ويعني النواقص دي برضو تقريبا نفس نواقص ليفربول بشكل غريب. ما تعرفش ليه الفرق الكبيره كلها عندها نفس النواقص في الجزء، في النص اللي من تحت دايما، بس اللي هو النص الشق الدفاعي. تمام. هنتكلم بقى باستفاضه دلوقتي. كوبايه الشاي المتينه، لو بتحب الفشار هات الفشار، لو ما بتحبش كوبايه الشاي وبتحب القهوه هات القهوه، معاك عصير يا ريت، ده هيبقى زي الفل. وتعالى نتناقش شويه في الامر واحده واحده وبالراحه. يلا بينا. ركز معايا بقى يا سيدي الناس. احنا هنحتاج البورده، وهنحتاج شويه كتير الفتره دي. جبت كوبايه الحاجه السخنه بتاعتك ولا الحاجه الساقعه بتاعتك؟ ركز بقى معايا. بص يا سيدي، عشان نفهم مشكله ريال مدريد الحاليه هي ايه، محتاجه تبقى افكرك وافتكر معاك الاسلوب اللي كان بيلعب بيه كارلو انشيلوتي. كارلو انشيلوتي الموسمين اللي فاتوا بيلعب هذه التشكيله 4 3 3 بتقلب 4 4 2. تمام. فكرتها ان فيدريكو فالفيردي، انا هسميه في ماشي. فيدريكو فالفيردي الفكره بتاعته ان هو بيرجع يبقى واحد رايت ميد هنا بدل ما بيبقى رايت وينج، وبيقلب هنا خط الوسط يبقى كلهم كده وبيبقى فيهم ليفت ميد. واللي بيحصل ان فيني وبنزيما لما كان موجود بيقلبوا هما الاثنين، واحد هنا وواحد هنا، والخطه بتقلب واحد اتنين تلاته اربعه، وزي ما احنا في الدفاع وحراسه المرمى. تمام. الخطه دي كانت ماشيه الموسم اللي قبل اللي فات، ودي اللي جابت لنا الرابعه عشر وجابت الدوري وجابت الكاس تقريبا، حاجه زي كده يعني. كانت لا ما جابتش كاس، احنا خسرنا الكاس تقريبا، طلعنا من الكاس. تمام. والموسم اللي فات كان جزء لا يتجزا من ان انت كسبت كاس العالم للانديه، وكسبت كاس ملك اسبانيا تقريبا لو انا مش غلطان. تمام. تمام. خلينا نقول حاجه، مشكله الخطه دي
بالذات ان انت ما كانش عندك رايت وينج حقيقي، انت كان عندك واحد بيعرف يلعب في السنتر ميد وبيقلب لوينجر. تمام. بل ان انت المفروض عندك رودريجو هنا وما لعبتوش، ما كنتش بتلعبه اساسا، انت كنت بتنزله من الاحتياطي. بل والاشيزك من شهر بيت كان معاك اسينسيو برضو في الحته دي ما كنتش بتلعبه. ايه مشكله ان انت ما كنتش بتلعب ب 4-3-3 حقيقيه؟ ان انت كنت بتجهد مودريتش جدا في طول الموسم، وكنت بتجهد توني كروس اللي هم الناس الخبره اللي عندك في الفريق. تمام. دي مشكله انا بالنسبه لي مش لطيفه، ومخليه الموضوع ماسخ. كان ساعتها الموضوع ماسخ، اللي هي هم كانوا كارلو انشيلوتي كان ماشي بنظريه طالما شغاله او طالما ماشيه ما تغيرش وما تعملش حاجه. ودي قاعده ذهبيه معظم المدربين بيستعملوها، ولكن مشكلتها الاساسيه هي انها كانت بتعك. ليه؟ بص بقى معايا، لان العكه دي زادت اكتر الموسم ده. الدفاع احنا عارفين مين الرايت باك بتاعنا، عمو كارفخال. داني كارفخال يا جماعه مشطب كوره من 2018 2019. داني كارفخال مش حلو، وداني كارفخال بيديك لقطه 2 3 في ماتشات قليله قوي، بتبقى ماتشات الحسم. بس انا عايز مدافع يكون كونسيستنت. ما ينفعش ان انا اعتمد على داني كارفخال. يا جدعان داني كارفخال في ماتش من قبل ماتش من الماتشات كان بيشيش. ده مش لعيب، حرام عليكم. زعلان من دي، زعلان من الرايت باك، خش لي على الليفت باك. الليفت باك بتاعنا يا باشا ادوارد مندي. انا مش غلطان، ان شاء الله اكون مش غلطان. هو ادوارد مندي مشكلته ان هو اصاباته كتير. كان في الاول حلو جدا، لعيب كويس جدا وملتزم تكتيكيا ودفاعه كان عظمه، بس اصاباته كترت خلته ينسى الكوره اساسا. تمام. ودي مصيبه كبيره قوي 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 قوي، لان انت ما عندكش كمان ليفت باك غيره. انت كان عندك مارسيلو بيبدل مكانه، وكنا بنعتمد على لما جه الابا كان بدل ما بيبقى هنا بينقل ان هو ليفت باك، ونعتمد على ايدر ميليتاو هنا مثلا، وجنبه ناتشو او جنبه هو ناتشو. يعني انت متخيل انك لسه بتعتمد على ناتشو؟ دي مصيبه سوداء. وطبعا الاسطوره بتاعنا في حراسه المرمى تيبو كورتوا. دي كانت الخطه اللي انت ماشي بيها لمده موسمين. تعالى بقى اقول لك اللي حصل في الفتره التحضيريه. خليك معايا ثانيه واحده. رجعت لك مره تانية، خليك بقى مركز معايا. الفتره التحضيريه دي خلتني نتشل. ليه بقى؟ لو انت ميلانيستا، انا عايز اقول لك ان انا كمان بشجع الميلان، دي مصيبه سوداء نتكلم عليها بعدين. فالخطه دي انا شفتها قبل كده كويس قوي. طبعا ممكن ما تكونش واخد بالك، انا هفكرك. الخطه دي كارلو انشيلوتي لعب بيها مع الميلان في 2005 2006 2007، اللي خد بيها الشامبيونز ليج بتاع السبعه للميلان. تمام. لعب بيها بعد كده لفتره طويله جدا، وما كسبناش بعديها غير ساعتها. لا هو كان ساعتها بعديها مشي تقريبا، وكان يعني الدنيا عكت خالص لان الخطه دي كانت مشكله. تعالى بقى اقول لك ايه مشكله الخطه دي. الخطه دي هي 4-1-2-1-2. ساعتها في الميلان احنا كنا بنعتمد ان الهاف ديفندر بتاعنا يبقى كاتوزو، الكام بتاعنا يبقى كاكا، سيدورف يبقى على الشمال او على اليمين مش مشكله. سيدورف كان سنتر ميد ومتنوع وقوي. تمام. في الهجوم عندك شيفا وانزاجي. تمام. طبعا الدفاع انا مش محتاج اتكلم عن ميلان في الدفاع، يعني مش محتاج اقول لك ميلان عامل ازاي في الدفاع. مشكلتها كانت ايه؟ مشكلتها انها بتعرض الفريق اثناء الدفاع لفضيحه. لان انت هنا لو انت مش ده مش رايت ميد، ده سنتر ميد مش رايت ميد كمان، يعني لو كانت مضمومه شويه لجوه، وده نفس الكلام لو مش ليفت ميد ده كان سنتر ميد، فانت معرض ان الوينجات بتاعتك مفتوحه على البحري وما بتلحقش لو اللاعب بتاعك بطيء. حلو كده. دي بتبقى مشكله عويصه قوي في الخطه دي. اقول لك بقى انشيلوتي عملها تاني ازاي في الريال دلوقتي، بل وعملها بطريقه اسوأ بكتير. انشيلوتي حاليا معتمد ان رودريجو هيبقى هو سترايكر هنا او خوسيليو. مشكلتها ان هو عايز رودريجو او خوسيليو يربوا ناحيه اليمين، يقطموا ويعملوا عرضيه لمين؟ للي هنا.
اللي هو مين؟ فينيسيوس جونيور. فينيسيوس جونيور طوله كام؟ يعني مش محتاج، ده قصير، لعيب قصير يعني، مش بتاع ارضيات، يعني مش بتاع رأسيات، مش تخصصه. يبقى انت عارف كويس قوي ان انت عندك نقطه ضعف في الهجوم. يعني انت دلوقتي معتمد مش ما بتنزلش خوسيليو، والخطه دي اللي انت ناوي تعتمد عليها لو انت اعتمدت عليها دي فضيحه من قبل ما نتكلم، يعني دي مصيبه سوداء. تمام، وانا بقول لك انها هيبقى احنا هنتمرجح الموسم ده حرفيا لو مشينا بالخطه دي. تمام. تعالى بقى نكمل. فينيسيوس جونيور مش طويل، مش مهاجم صريح. فينيسيوس جونيور بيحب يلعب على الوينج الشمال. في الحته دي انت لغيتها وخليته يتحول لسترايكر، دي مصيبه سوداء. فينيسيوس جونيور مش سترايكر، فينيسيوس جونيور بيشتغل من الوينج، ومن الوينج بيقطم ويبدا يعمل الشغل بتاعه. حلو كده. طيب سيبنا من الهجوم، الهجوم ضايع. هقول لك ماشي، انا اعتمد على فينيسيوس جونيور وربنا يستر ويعمل اداء يعني، وبتنين مجلح ويطلع نار من بقه. عندك الكام. الكام انت عايز تعتمد على مين؟ جود بلينجهام. جود بلينجهام مش كام. جود بلينجهام اساسا سنتر ميد، وممكن يبقى ساعات بيدافع شويه، بس هو شغله في السنتر ميد وبيبقى اللي هو بوكس تو بوكس اكتر واحد. هو شغله اكتر بوكس تو بوكس، وبيحرت في الملعب. لعيب محترم جدا، لعيب اداؤه كويس جدا، وزي ما انا قلت في اول الفيديو يعني المبلغ اللي هو مدفوع فيه غالي جدا، وممكن كنا ندفع اقل من كده شويه، بس هو على قد القيمه اللي هو جاي بيها هو هيشتغل كويس. تمام. انا ما عنديش مشكله في البوزيشن ده، انا عندي مشكله ان انت حاطط بلينجهام هنا بس، في الخطه دي، في ستايل الخطه دي. الرايت ميد والليفت ميد، انت ما عندكش رايت ميد وليفت ميد اساسا من الاخر. بل وازيدك من الشعر بيت، الوحيد اللي ممكن ينفع رايت ميد عندك اسمه فاسكيز، لوكاس فاسكيز. لوكاس فاسكيز المفروض ان هو ينفع رايت ميد وينفع رايت وينج، بس حضرتك مضيعه. تمام. ليه؟ اصل حضرتك عايز تحط رايت باك. رايت باك، لو حد شاف فيديو ليفربول، نفس مشكله ليفربول. ليفربول ما عندهاش رايت باك حقيقي، احنا ما عندناش رايت باك حقيقي. نكمل. فانت كده ممكن تحط فاسكيز هنا، بس فاسكيز يعني احنا عارفين ايدك منه والارض. يبقى انت ما عندكش رايت ميد. في الخطه دي هتحط مكانه مين؟ انا وانت كمدريديست عارفين ان اي مشكله في ريال مدريد ايه حلها؟ كامافينجا. حط كامافينجا يا باشا. بالرغم ان كامافينجا فين؟ هنا. كامافينجا تحت، ان هو بيقطع الكور. انا هتشلل لو انت مع بعض. اصبر بس، تعالى كمل معايا. يعني انت ما عندكش رايت ميد؟ لا. طب ما عندكش ليفت ميد؟ لا. طب والهاف ديفندر؟ لا عندك هاف ديفندر كامافينجا. طب مش كامافينجا، تشوماني. لو مش تشوماني مفيش. ما هو كروس مشي. مش كروس، ايه، كاسيميرو مشي. فانت كده ما عندكش غير هو هنا واحد بس اسمه تشوماني. لو حبيت لو حبيت وحطيت بلينجهام في الدفاع، انت رحت في داهيه، لان بلينجهام انا بقول لك هو اكتر منه ان هو بيهاجم، فمش هيرجع. تعال نخش على المشاكل الاكبر. الرايت باك ما عندكش رايت باك حقيقي. ليفت باك ما عندكش. اصل ما خلينا متفقين، واحد بيتصاب كتير الا وهو مندي، والواد الصغير الجديد مش هتقدر تعتمد عليه في حاجه، لان هو فعلا مش لعيب يعني اللي هو ده اللي انا هكمل بيه بقيه الموسم وبتاع والكلام ده كله. ازيدك من الشهر بيت اكتر. الابا ما اقدرش ان انا اعتمد عليه كتير، لان الابا كبر في السن بقى، يعني تقيل في الحركه بتاعته، وهو في الاغلب ساعات بيقلب للشمال الليفت باك، فاحنا ما نعرفش هو هيوظفه فين اساسا لسه. وهنا ما فيش غير قادر ميليتاو اللي ممكن نعتمد عليه، ماتش بيبقى كويس، وماتشات كتيره بيبقى وحش قوي. والجديد بقى ان حراسه المرمى راحت في داهيه. تيبو كورتوا رباط صليبي امامي ومش هيرجع قبل 9 شهور. معنى كده ان احنا معناش حارس مرمى حقيقي يبقى في الجون. تعالى بقى ايه، شوف انا رصيت لك كميه مشاكل اهو. تمام، الخطه كلها عباره عن مشاكل، صح؟ تعالى بقى نقعد نحلها مع بعض واحده واحده. لو خلصت كوبايه الشاي او الحاجه اللي كنت بتشربها، اعمل ريفيل وتعالى لي. بص بقى يا سيدي، هنتناقش شويه قبل ما نرجع للبورده تاني. احنا زي ما اتفقنا وعملنا استابلشمنت كده لقاعده معينه، ان ريال مدريد بيعمل الصفقات البومينج اكتر، وده مخليه راح لجود بلينجهام ودفع 105 مليون، وعايز يروح يجيب كيليان امبابي عشان يبقى في ضجه كبيره وضجه اعلاميه، وكل عينه تبقى على ريال مدريد. فكده هو بيراجل ريال مدريد اكتر.
ده خلى يبقى فيه مشكله ان معظم الصفقات اللي بتجيلنا مش كلها جودتها عاليه. بمعنى كيليان امبابي لما هيجي احنا عارفين جوده كيليان امبابي، جوب بلينجهام ومن قبل ما يجي واحنا عارفين جودته مع دورتموند والاداءات الخرافيه اللي كان بيعملها، هو كان هيبقى سبب من اسباب ان هم يكسبوا الدوري الموسم اللي فات، ولكن يعني احنا عارفين بورسيا دورتموند اكتر ناس بيضيعوا الدوري يعني. مش مشكله، مش دي ازمه. انا دلوقتي عايز اقول لك على الصفقات اللي ريال مدريد عملها. ريال مدريد عمل مش كلها صفقات جديده، ولكن بعضها صفقات جديده وبعضها عادة لعيبه مره ثانيه. اول صفقه رجعت ابراهيم دياز من ميلان للريال مره تانية، تقريبا ما كانت، لا يعني كان انتهاء اعاره ورجع لريال مدريد مره تانية. تمام. صفقه تانية كانت الواد اللي اسمه فران جارسيا، الواد الصغير اللي هو المفروض ليفت باك. يعني الناس اشترته وهم قعدوا شراءه مره تانية، اللي هو ده هبل. يعني انت ما كنت تقطع العاره من الاول، لا هم اشتروه واحنا رجعناه تاني. إيه ماشي، ماشي تمام يا باشا، تمام مفيش مشاكل. دول يعتبروا اللعيبه اللي هم كانوا مشوا ورجعوا وجم رجعوا مره ثانيه. تمام. فانت معاك كده ابراهيم دياز يعتبر وينجر سلاش بلاي ميكر، وعندك فران جارسيا اللي هو سنتر باك سلاش ليفت باك. تمام. ده لو بنتكلم في اللعيبه اللي رجعت. اللعيبه اللي جت جداد مين؟ خوسيليو المهاجم الصريح اللي هو يعني 30 بلس، 30 بلس اللي هو كسن يعني، ومهاجم جاي باعاره مش جاي شراء كمان، يعني هو جاي لنا اعاره، يعني جاي تقليد يسد خانه، ده جاي يسد خانه، فده ما تقدرش تعتمد عليه في حاجه. ولو اعتمدت عليه طول الموسم لا حرج عليك برضه، لان انت ما عندكش حد مكانه في البوزيشن ده. عندك اللي جه كمان زي ما قلنا جوب بلينجهام، وانا معترض على سعر الصفقه، ولكن هو كجوده هو جوده محترمه جدا وجوده نظيفه جدا. جبنا لعيب كمان اسمه اردا جولير. اردا جولير ده لعيب تركي جاي من فنبرخشة التركي لو انا مش غلطان. اللعيب ده كويس جدا في الاداءات اللي كان بيعملها مع فنبرخشة، بس اللعيب ده عنده 18 سنه، الواد ده صغير جدا واتصاب. اتصاب هيقعد فتره محترم مصاب، فانت كده ما استفدتش منه حاجه. هو عمل تمرينتين ثلاثه معاك واتصاب، يا ريته كمل تمرينتين حتى، ده اتصاب على طول يعني. ما انت جايب واحد مش عايز تطلعه اعاره، ما سمحتش بان هو عامل التطور يبدا يكيك ان والكلام ده كله، لا انت جبته اشتريته ب 18 20 مليون حاجه، 25 مليون حاجه زي كده، واتصاب على طول. فانت كده ما استفدتش منه بحاجه. تمام. ده كده الصفقات اللي احنا عملناها كمدريد، كصفقات في مدريد. دي الصفقات اللي اتعملت. الصفقات اللي مشيت، خد عندك يا سيدي. اول حاجه ماريانو دياز. ماريانو دياز ده كان مهاجم صريح احتياطي، ما كانش بيلعب كتير. طلع اعاره وكمان رجع وبتاع، وممكن يكون لقطته الشهيره جونه في الكلاسيكو قدام برشلونه لما كسبنا 2-0. بس مفيش اي حاجه تاني، ما عملش اي حاجه تاني. ايدن هازارد مشي، فسخ عقده تقريبا مع مدريد ومشي. تمام. عندك يا سيدي في تقريبا في لعيبه كتيره مشيت. انا فاكر ان في صف كده لعيبه كده مشيت مره واحده. اسينسيو مشي. مين تاني مشي الموسم ده؟ مش قادر افتكر لعيبه تاني دلوقتي، بس كان في لعيبه كتير فعلا مشيت من ريال مدريد يعني. الشاهد من الامر دلوقتي ان معظم الصفقات اللي جت ما تستعوضش اللعيبه اللي مشيت. انت عندك مشكله عويصه جدا في اللعيبه اللي مشيت واللعيبه اللي ناقصه في الفريق. تمام. الصفقات بقى اللي محتاجينها احنا هشرحها لك بتفصيل اكتر على البورده، بس احب اقول لك ان احنا محتاجين مهاجم، محتاجين مدافعين، حط تحت المدافعين دي 100 خط، ومحتاجين احتمال كبير جول كيبر، لان بعد اصابه كورتوا دي مشكله شويه، بس ليها حل بسيط وفي الحل المعقد سيكا. فخلينا نتكلم فيهم واحده واحده. تعالى معايا. رجعت لك مره تانية بالبرده الجميله بتاعتي وكاتب لك شويه كلام كده، خليك ركز معايا. عندك الجول كيبر وده اسهل واحد هنتكلم عنه، وممكن نتكلم عنه دلوقتي باستفاضه شويه. الجول كيبر بعد النقاشات اللي حصلت في موضوع مين يجي ومين يروح والكلام ده كله، وبعد اصابه الراجل المحترم تيبو كورتوا، فانت عندك دلوقتي ما عندكش غير الحارس الاحتياطي لونين.
انا من وجهه نظري كمشجع ريال مدريد العب بلونين. لونين والله كويس ويستاهل ان انت تجربه في الملعب. الولد طويل مش قصير، ده اولا. ثانيا بقاله فتره كتيره في ريال مدريد، فهو متشبع بفكره ريال مدريد والدوري الاسباني والكلام ده كله، ويستاهل انك تديله فرصه. تمام. في اقوال بتقول خلينا نروح نجيب دخيا، هو ببلاش ومش هياخد حاجه ومش هيعمل مشاكل والكلام ده كله. لا، دخيا بيعمل مشاكل كتير. دخيا عايز يبقى اساسي ويفضل اساسي، عايز يضمن مكانته الكلام ده كله. وغير كده هو الحارس الاساسي لاسبانيا الا لو حصل حاجه مختلفه في منتخب اسبانيا. فانا معترض على فكره وجود دخيا، ودخيا اساسا خارج من يونايتد بمشاكل، فما تجيبوش يعمل لي مشاكل اكتر من المشاكل الدفاعيه اللي موجوده عندنا اساسا يعني. تمام. أم... اللي انا شايفه ان انت تلعب بلونين. لو عايز تشتري حد فياسين بونو، يعني مع احترامي هات ياسين بونو وانت مطمن ومرتاح، وحط في بطنك بطيخه صيفي. تمام. للهجوم عشان نخلص منها لانها برضو سهله، فانا عندي اتنين. ماريانو دي اسمه ايه، جيرارد مورينو ويوسف النصيري. طبعا في ناس هتعترض على كلامي وهتقول ان يوسف النصيري مش البروتوفوليا اللي بيدور عليها ريال مدريد والكلام ده كله. لو انت ما لعبتش بالخطه المنيله ب 60 نيله اللي هي 4 1 2 1 2 ولعبت بالخطه 4 3 3 العاديه، والله يوسف النصيري هيكون نقطه محوريه كويسه. لو ما كانش اتباع انا مش متذكر، لو ما كانش اتباع لاي حد، فانا بقول لك يوسف النصيري هيبقى نقطه محوريه قوي، هيبقى كويس جدا. جيرارد مورينو ينفع جدا يلعب وينج ويلعب مهاجم صريح، فانا بقول لك انت كده تبقى ارتحت من موضوع الوينجات والمهاجم الصريح والكلام ده كله، وهو هيريحك. واعتقد ان سعره مش كبير قوي وهو مش كبير في السن لهذه الدرجه، فهو هيبقى كويس ليك. في بقى مشكله عويصه انا شخصيا مش عارف احلها. بص كده معايا، سنتر باك والليفت باك والرايت باك انا علمك عليهم علامه استفهام. ليه؟ انت ما عندكش اي سنتر باك ولا ليفت باك ولا رايت باك دلوقتي في السوق كويس. لما كنت بدور ليفربول انا كنت بدور ليفربول حاجه من بره الدوري الانجليزي، لان انا عارف ان ليفربول دايما ما بيحبش يجيب حاجه من الدوري الانجليزي، لان الدوري الانجليزي مش كله كويس. ونفس الكلام اللي قلته في ليفربول ممكن اقوله هنا برضو، لكن انا عارف ريال مدريد بتفكر ازاي، فانا عارف ان مفيش حد هيناسب البطوليه بتاعت ريال مدريد. لو قلنا ان احنا ما عملناش اي تعاقدات لحد الصيف الجاي، يعني ما عملناش تعاقدات في الشتاء، ما دخلناش في حوارات ولا الكلام ده كله، فانا بقول لك ان تعاقدات الصيف اللي جاي لازم تبقى كلها في الدفاع. لو عملنا اي صفقات في الشتاء فانا في دماغي في كام لعيب ممكن نحاول نجيبه من فرق تانية هتكون كويسه، بس انا مش حابب اتكلم عنهم دلوقتي بصراحه، لان ريال مدريد بجد 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 بيشلني في حته التعاقدات اللي بيجيبوها. انت كان عندك اشرف حكيمي مشيته، على فكره انت في لعيب اسمه عندك اورديزولا ده ملط خالص، المفروض كان يتباع من فتره طويله، ما اعرفش هو لسه هو اتباع ولا لا، بس انت مش هتعرف تعتمد عليه. أم، السنتر باكات ما عندكش غير ناتشو وإيدر ميليتاو وألابا، والتلاتة مش دايما بيلعبوا مع بعض ومش دايما كويسين. إيدر ميليتاو بحالات، ألابا زي ما قلنا بيقلب للشمال. واحنا لو بنتكلم في صفقات ريال مدريد في الدفاع فاحنا محتاجين نقعد ندور كتير 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 في البروتوفوليا اللي هتنفع مع ريال مدريد في منطقة الدفاع. تمام. انا مش هتكلم على ترتيب الدوري الاسباني لان ترتيب الدوري الاسباني ببساطة مش مهم قوي، انا اتمنى بس ان ريال مدريد يبقى في التوب فور، يا سلام لو كسب ريال مدريد الدوري. ولكن انا عارف ان المنافسه هتبقى شديده مع برشلونه الموسم ده، وهتبقى مع اتلتيكو مدريد وفالنسيا واشبيليه والكلام ده كله. والواحد بيتمنى بس ان ريال مدريد يقدر يكسب الدوري او يبقى في التوب فور، يبقى مركز تاني تالت، ده هيبقى حلو قوي بالنسبه لك. طموحي من ريال مدريد الموسم ده ان هو يقدر بشكل ما او باخر، يعني ان هو يوصل بعيد في تشامبيونز ليج، يوصل نص نهائي تشامبيونز ليج على الاقل. لو كسبنا الكاس هيبقى حلو قوي 100 فل و10، ومش مطلوب اكتر من كده. ده كان وجهة نظري انا الشخصية في ريال مدريد عامة. هنتكلم بعد الماتش نشوف هيمشي بخطة 4 1 2 1 2 برضه ولا هيغير الاسلوب بتاعه ولا لا، اتمنى ان هو يغيره زي ما قلت. وبس، ده كان كل اللي عندي النهارده عن ريال مدريد قبل ما يبدأ الموسم بتاعه. شكرا لو انت كملت الفيديو لحد الاخر،
واتمنى من الله ان يكون الفيديو عجبك. لو الفيديو عجبك ما تنساش تضغط لايك، ولو انت مش مشترك اشترك في القناه. انا بحاول ان انا اطور القناه على قد ما اقدر. ولو في اي تعليق على المحتوى، لو عايز تدي راي، الكلام ده كله الكومنتات عندك مفتوحه، عيش حياتك as you like يعني. بس كان معاكم محمد حازم، اشوفكم على خير. السلام عليكم.